التعادل يخيم على قمة مانشستر سيتي وتشيلسي. خيم التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف في مواجهة مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي اليوم السبت في المرحلة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبادر فريق البلوز افتتاح النتيجة عبر رحيم ستيرلين في الدقيقة 42. وأدرك الإسباني رودري التعادل للسيتيزنز في الدقيقة 83. وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في المرتبة الثالثة مؤقتة، إذ يملك مباراة مؤجلة. ويبتعد سيتي ب4 نقاط عن ليفربول المتصدر الحالي للبريمير ليج ونقطتين عن أرسنال في المركز الثاني. في المقابل بات في جعبة تشيلسي 35 نقطة في المرتبة العاشرة. أما برشلونة يحقق فوزا مثيرا على سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف واحد. حقق برشلونة فوزا ثمينا ومثيرا على حساب مضيفه سيلتا فيغو بهدفين مقابل واحد اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وافتتح روبرتو ليفاندوفسكي في الدقيقة 37 التسجيل للفريق الكتالوني، فيما أدرك ياغو أسباس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 47. وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، تمكن فريق برشلونة الحصول على ركلة جزاء حصل عليها المغربي يامال ينفذها ليفاندوفسكي بنجاح. ويملك برشلونة 54 نقطة في المركز الثالث. أما رايو فايكانو يسقط ريال مدريد في فخ التعادل. أسقط رايو فايكانو ضيفه ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لكل منهما الأحد ضمن المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وافتتح خوسيلو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 3 من عمر المباراة إثر متابعة لكرة أرضية احتسبها حكم اللقاء هدفا بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد. وفي الدقيقة 27 تعادل فايكانو من ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو المساعد أيضا، وأحرزها راؤول دي توماس. وعزز ريال مدريد صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 62 نقطة، فيما رفع رايو فايكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر. وتوترت أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة بعد أن تعرض مدافع ريال مدريد داني كارفاخال للطرد إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90. وفي مباريات أخرى انتصر ريال سوسيداد على مضيفه ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف، وانتهت مباراة غرناطة والميريا بالتعادل 1-1. من جهته تعادل ريال بيتيس مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس سلبيا 0-0. ولا ننسى أن باريس سان جيرمان يعود بنقاط الفوز من أرض نانة المضيف. حقق باريس سان جيرمان فوزا مستحقا على حساب مضيفه نت بهدفين مقابل 0 يوم السبت في الجولة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل كل من لوكاس هرنانديز في الدقيقة 60 وكيليان مبابي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء. ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الترتيب ب53 نقطة. أما مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا أمام لوتون تاون. حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا أمام مضيفه لوتون تاون بهدفين مقابل واحد اليوم الأحد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتقدم مانشستر يونايتد سريعا بهدف سجله راسموس هويلوند بعد مرور 37 ثانية على بداية أطوار المواجهة، ثم عاد بعد ذلك نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني. وفي الدقيقة 14 تمكن كارلتون موريس من تقليص الفارق بعد تسجيله الهدف الأول لأصحاب الأرض، لكن لوتون تاون عجز عن إدراك التعادل رغم الأداء الجيد لجل لاعبيه. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس ب44 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في المركز 17 برصيد 20 نقطة. هذه بعض أخبار الساحرة المستديرة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.